اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. يوم جديد وفيديو جديد، وعايزه اقول لكم كل سنه وانتم طيبين. خلاص رمضان بقى على الابواب بمعنى الكلمه. عروض رمضان نزلت في جميع السوبر ماركت، فاي سوبر ماركت هتخشي هتلاقيهم عاملين عروضات وخصومات جامده قوي علشان رمضان طبعا. كل سنه وانتم طيبين. تاني حاجه بطلبها منكم، ما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. طبعا ما ننساش اللايك للفيديو، وكمان اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد لو انت مش مشتركه. وطبعا حبايبي اللي منوريني دايما في القناه برحب بكم جميعا. وما تنسوش بقى تكتبوا لي كومنت حلو تحت علشان ايه نقرب من بعض اكتر، يبقى في تواصل ما بيننا اكتر من كده. تاني حاجه كده، انا نزلت رحت السوبر ماركت، بس كنت مش نازله بقى اجيب حاجه لرمضان ولا حاجه المره دي. كنت نازله كده عايزه اعمل عشاء حلو وسريع كده. وعايزه اقول لكم الوقت ده كانت الساعه 9 تقريبا بالليل. قلت بس ما فيش غير المكرونه البشاميل، نزلت جبت بقى طلبات المكرونه البشاميل. وجبت طبعا زي ما انتم ما شفتوا كده، جبت لحمه مفرومه، جبت مكرونه قلم، جبت دقيق. جبت كمان فلفل، ما كانش عندي فلفل ففي كده خضري يعني قريب من البيت جبت منه الفلفل. وطلعت بقى جري كده اعمل العشاء السريع ده. كنت قاعده محتاره اعمل ايه والوقت جري بيا لحد الساعه كانت نازله تقريبا، الساعه كانت 8 كده. عقبال بقى اما رجعت كانت الساعة خلاص داخلة على 9، يعني قلت بقى اعمل الاكل بسرعة علشان ايه نلحق نتعشى انا والعيال بقى ومحمد كده مع بعض بالليل. اول حاجة كده جبت بصلتين كده كبار وقلت اقطعهم في الطاسة علشان ايه اسبك ايه اعصج اللحمة. وطبعا زي ما انتوا شايفين لوسيندا لازم تكون مشرفاني على الرخامه يعني، والمره دي بقى كانت ظاهره في الكاميرا كده شويه زي ما انتوا شايفين. بس ما علينا بقى، جبت كده بقى معلقه سمنه كبيره. وقلت بقى اصور معاكم كده هنا علشان انقل على البوتاجاز براحتي، يعني ما اقعدش بقى انقل في الكاميرا كل شويه. حطيت بقى كده شويه سمنه وشويه زيت. واول حاجه هعملها هسبك اللحمه المفرومه. وبصراحه اللحمه المفرومه بتاعتهم حلوه جدا. الكيلو تقريبا عامل 235. فجبت ده يعني وزن ب100 جنيه تقريبا، يعني كيلو قصدي نص كيلو الا كام جرام، حاجه بسيطه. بس أنا يعني عشان الفكه والموضوع ده فقلت ايه اقفلها 100 جنيه بس. تابعوا بقى الفيديو للنهاية عشان دي كده يعتبر وصفة بقى من وصفات رمضان، يعني مش هكررها معاكم تاني. فتابعوا بقى الفيديو النهاردة للنهاية. ويلا بينا بقى ايه نشوف كده الطريقة السهلة جدا والسريعة والاقتصادية وفي نفس الوقت التقليدية وطعمها يعني واو بمعنى الكلمة. بصراحة يعني مش بشكر في نفسي ولا حاجة، بس انا يعني بصوا يعني من احسن الناس اللي تاكلي منها مكرونة بشاميل. فيلا بينا بقى كده ايه نشوف الطريقة مع بعض بالتفاصيل. ونشوف بقى ايه هنعمل ايه النهاردة. طبعا انا حطيت على النار البصل والسمنه والزيت، وكمان حطيت رشه ملح كده بسيطه عشان ايه البصل يدبل بسرعه. وهنا بقى كنت خلاص بقطع الفلفل الاخضر، يعني لو عندك طبعا فلفل الوان حطي، لو عندك جزر مبشور حطي برضو بتبقى تحفه جدا بالجزر المبشور. بس انا ما كانش عندي. الفيديو النهارده صغير، بس انا عشان النهارده كده وصفه سريعه وسهله ومش هطول عليكم يعني ولا روتين ولا حاجه، فبس هختصر لكم كده الوصفه. جينا بقى هنا كده عند البوتاجاز، وهنا كان خلاص البصل دبل كده زي ما انتوا شايفين وخس كده خالص. طبعا في ناس بتزود بصل عن كده، بس انا بصراحه ما حبيتش يعني ازود بصل كتير. فقلت يعني عشان نحس بطعم اللحمه دي بقى زي ما كنت بقول لكم كده، ده وزن 100 جنيه. ده تقريبا 450 جرام حاجه زي كده، او اكتر كمان ما خدتش بالي قوي، بس يعني هو يعتبر نص كيلو برضو، يعني الكيلو ب 235. فبصوا بقى هنا كده حطيت اللحمه المفرومه واقلبها بقى كده كويسه جدا عشان ايه تاخد لون البني الجميل ده. واللحمه المفرومه بصراحه كان طعمها حلو قوي. هنا بقى الحله دي كان فيها ميه مغليه. يعني سبتها غليت وحطيت فيها المكرونه وحطيت فيها كمان معلقه ملح علشان ايه تدي طعم كده للمكرونه. وما تحطوش زيت يا جماعه في المكرونه وهي بتتسلق، المعلومه دي غلط 100%، علشان الصوص ما بيمسكش في المكرونه. هنا بقى حطيت كده الفلفل الاخضر، وحطيت كمان معلقه صلصه كده حلوه، حطيت معلقتين تقريبا او حطيت معلقتين. لو كان عندي طماطم كنت ممكن اقطع ايه طماطميه كده او طماطميتين، بس برضو الصلصه بتديها ايه تيست كده حلو. وبتدي كمان طبقه المكرونه اللي تحت كده لون كده محمر كده، بصراحه بيبقى جميل قوي. طبعا برضو لو في بابريكا مدخنه بتبقى حاجه يعني وهم. بس انا ما كانش عندي، استكفيت بقى بشويه الفلفل الاسمر وشويه اللهم صل على النبي شويه كزبره وبس كده. هنا بقى خلاص المكرونه كمان كانت اتسلقت وشلتها. وهنا بقى حطيت كده
معلقتين سمنة كبار على معلقتين زيت، ونزلت بقى ب5 6 معالق كده دقيق علشان اعمل احلى شوية بشاميل. طبعا بحب البشاميل كتير علشان انا بحب طعم الصوص بتاع البشاميل قوي يعني، فبلاش تخففوه يعني، بلاش يكون قليل. وطبعا معلقة الدقيق قدامها كوباية لبن قدامها معلقة سمنة. طبعا لو مش متوفر عندك لبن كفايه ممكن طبعا تزودي ميه او شوربه. في ناس كتير قوي بتحط على البشاميل شوربه، بس انا بصراحه ما جربتش فمش عارفه طعمه ايه، بس اكيد يعني هيبقى طعمه حلو مش وحش طالما في نسبه لبن خلاص. لوسيندا ايه بتعملي ايه؟ بعمل اكل. بتعملي الاكل؟ هيطلع طعمه حلو؟ بصي نقلب كده. ماما هاتي ده اسمه ايه؟ بشاميل؟ بشاميلو بشاميل. طب يلا انزلي، يلا انزلي عشان خلاص بقى خلص. انا بقى هعمل. مالك؟ مالك؟ اسمها نعم. بتعمل ايه؟ نعم بعمل بشاميل. بتعمل بشاميلو؟ ماشي. بشاميلو. يلا بقى ولا ايه؟ لا يلا عشان جوعنا. لا اسمها ايه؟ قولي يلا. بشاميلو. استني يا مالك، قولي يلا. ليا. اعملي الاكل في ثانيه يا حاجه. ماشي يا قلب الحاجه يلا. اسمع من بقك ربنا. خلصنا بقى فقره مالك ولوسيندا ويلا بينا ايه نرتب صينيه البشاميل بتاعتنا. جبت بقى كده البايركس ما دهنتوش اي حاجه خالص. هحط كده شويه مكرونه، هتحطي نص الكميه تقريبا، وهتحطي كده شويه بشاميل عليهم علشان تكون المكرونه من تحت وصل لها البشاميل. احط كده شويه حلوين، انا زودت كمان شويه على اللي انا حطيتهم دول بصراحه، بس مش عايزه اطول عليكم الفيديو عشان ما تزهقوش منه، تبقى الوصفه كلها كده ايه في فيديو واحد يبقى محفوظ عندي يعني على القناه. طبعا هتعوزيه في اي وقت هتجيبيه. وطبعا انا مش بعلمك طريقه البشاميل، في ناس كتير قوي بتعملها اشكال والوان، بس انا بقولك طريقتي فيها، وكمان بشارك فيها البنات اللي لسه متجوزه جديد ومش عارفه الطريقه بالظبط، فقلت كده اعمل لكم يعني فيديو بالتفصيل زي ما كنت عامله على القناه القديمه. هنا بقى حطيت كده اللحمه المفرومه، ده زي ما قلت لكم حوالي نص كيلو. طبعا طريقته سهله جدا مفيش اسهل منها. بس كده هنزلها كلها، كنت بفكر اقللها بس حسيت ان هي كده يعني مظبوطه قوي، يعني كيلو الا ربع مكرونه عليه نص مفروم، حلو قوي ولا كتير ولا قليل بصراحه. فطبعا ممكن تعملي نص مكرونه على نص برضو لحمه مفرومه هيبقى حلو قوي، وهتبقى اللحمه كده ايه يعني كتيره في المكرونه البشاميل فبتبقى طعمها بصراحه جميل. فردت بقى كده اللحمه المفرومه عليها زي ما انتم شايفين، وهنزل كمان بباقي المكرونه اللي هحطها على الوش. وزي ما انتم شايفين بصوا طبقه المكرونه مش عاليه قوي يعني، مش مكرونه هرم كده ماليه الصينيه، لا لازم تعملي حساب للحمه المفرومه اللي هتبقى موجوده في الصينيه، وكمان البشاميل والكلام ده كله بياخد مساحه معانا. خلاص كده بقى الصينيه بتاعتي خلصت، هنزل عليها بالبشاميل اللي لسه عاملينه مع بعض ده، بص لسه سخن كده. صينيه المكرونه البشاميل دي بالنسبه لي انا اسهل اكله، بتخلص في ثواني وكله كده ورا بعضه على طول، يعني انا نفس الترتيب اللي انا مشيته معاكم في الفيديو ده اللي انا بعمله. بعمل المكرونه قصاد اللحمه المفرومه، الاتنين بيخلصوا نفس حل اللي سلقت فيها المكرونه هي اللي بعمل فيها البشاميل، بشطفها واعمل فيها على طول. فبرضو ايه مش بهدر مواعين كتير. نزلت البشاميل سبت كده شويه صغيرين خالص، وحطيت بيضايه. في ناس طبعا ممكن تستغنى عن البيضه خالص، انا من الناس اللي يعني قليل قوي لو حطيت بيض بصراحه، بس انا قلت اعملها لكم بالطريقه التقليديه اللي الناس كلها بتحبها، بس انا عن نفسي مش بحب احط يعني بيض، قليل قوي لو حطيت. فحطيت بقى كده البضايه على شويه بشاميل وهنزلهم كده ايه على الوش. ممكن طبعا تفضي البضايه مثلا لو عندك شويه لبن يعني تربيها كده بشويه لبن وشويه فلفل اسود، وبرده تنزليها على الوش، يعني اذا نسيتي ايه تسيبي شويه بشاميل صغيرين، يعني بقولك بكل الطرق علشان لو حد نسي. بس كده بقى دخلتها الفرن على الرف اللي في النص، خدت لون من تحت وفوق، وطبعا البايركس ما بيعملش لون قوي من تحت يعني. فبص بقى الوش بتاعها قمر ازاي. اتمنى الفيديو النهارده يعجبكم، واتمنى يكون كده الفيديو خفيف على قلوبكم. وبس كده دي بقى وصفه من وصفات رمضان اللي ان شاء الله هنعمل كتير قوي الفتره الجايه، يعني كده سلسله وصفات رمضان باذن الله تعجبكم. ما تنسوش طبعا اللايك للفيديو وتصلوا على النبي في الكومنتات. مع